سمعت بحموية جاي لتونس ما حبش يقول لي باش ما يقلقنيش يا اخي انا حلفت بيمين قلت له لما تجي تاكل عندي الكسكسي قمت لك يا سيدي فيسع فيسع قطعت بصلة كبيرة ومعاهم شوية ثوم وحطيت هيك اللحمات وفوحت باللي كتب من ربي وكل حد وطريقته في الكسكسي. انا نحبه احمر حار. هوني عندنا التختوخة بتاع الكبدة باش نعملوا الطاجين. التختوخة الكبدة عملتها بالثوم والبصل المفروم وتوابلنا الكل وعملت المعدنوس عملت جبن رابي اللي هما كات فروماج وعملت البطاطا مقطعة جويدة مقلية وحطيت معاهم ساشي بتاع خميرة جاتو. انا والله نحبها الاستيوس هذيا خاطر مجربة تعلي الطاجين وتخليه شوش وكل حد وطريقته. الكسكسي هون يشوفوا كيفاش يبدا لونه دوري خاطر نحب فيه مغرفة الكركم والزيت والملح. ورغم اللي المرق ديما نحبه احمر ومعناتها مزيت الا اني ماذا بيا الكسكسي زاد يكون فيه لون ما نحبوش ابيض هكاكا. بالنسبة للطاجين هوني على خاطر فيه ساشي الخميرة عملت حارة وكعبتين كان ما فيش نعمل حارتين. دهنت المول بتاعي بالطبيعة بالزبدة وتنجم تدهنه بالزيت تعمل بابي كويسون. المهم ما تحطش الطاجين يعني الخليط تاع الشيح طول على خاطر يلصق مهما كانت الكاليتي بتاع المول بتاعك. رشيت الجبونات بتاعي من فوق ودخلته على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة وتفرجوا عليك المنظر والريحة ما شاء الله. لون دوري عالي وسليطة تونسية مادام كل شيء جا خفلف وحموية له بتاع السالي ولا السابلي ولا الرافيني وفلاح ولد فلاح ويحب الكسكسي على أصوله. أنا هوني كل شيء حاضر توا باش نحضر التبسي بتاعي ونخليت الكسكسي يشرب في عقله وبعد نحركه. المهم في هذا الكل هي كطرف الزيت هذيك لازم منها باش تعطي البنة وتعطي الروح بتاع المرق. ما نحركش المرق ونخلي الزيت بعيد باش يطلع فارك. وحكاية انه تسقي طول وتخلط طول انا ما عجبتنيش وتعجن طول. يا مرحمة كاما ماتي وربي توفي عمرك يامي ديما تقول لي غرق الكسكسي في المرق وحلو ثنية توا يجيك يهبل وصحة وبشفاء.